في حين، وهذه مسألة مهمة كذلك وراه مازال الآن موضوعة، هو علاقتنا بالجزائر فيما يتعلق بالحدود، لا الحدود الشرقية ولا الكيفية باش كنا كنتعاملوا معاهم في الوقت فاش كانوا في المقاومة، فاش كانوا كيدافعوا باش يحرروا بلادهم. هذيك من الأسباب اللي جعلتنا في واحد الحالة ديال التوتر الشديد وديال المعاناة مع الفرنساويين منذ اليوم الأول. نذكروا أن كان ما بين الإخوان اللي كانوا في القاهرة خصوصا على الفاسي مع المجموعة ديال الوطنيين الجزائريين والتونسيين اللي كانوا، أنهم عملوا واحد الاتفاق أنه خصنا نعملوا على تحرير مجموعة أفريقيا الشمالية، والمواقف ديال حزب الاستقلال باستمرار وبدون انقطاع، لا في فرنسا ولا في أمريكا ولا في كل محل، مساندة الجزائر حتى تحصل على الاستقلال ديالها. ومن جملة الأمور كما ذكرت اللي تكلم عليها الحاج حمد في الخطاب الأول ديالنا في الأمم المتحدة، استقلال الجزائر الذي لا منص منه. ومنين يرجعوا الناس للكلمات اللي قال في ذاك الوقت كيفهموا أنه الموقف ديالنا عمرو ما كان فيه مرونة، ولا هذه مسألة كانت مفروغ منها، أنه خصنا دائما نساندوا الجزائر حتى تستقل. وبقى هذا الشيء مستمر في جميع العمليات اللي عملنا داخل المغرب. منين كيرجعوا الناس الحقائق اللي كانت هنا في المغرب، أنه منذ البداية ومنذ حصلنا على الاستقلال ديالنا وحتى قبل كان دائما مساندة الجزائر، ماشي فقط بالفلوس ولا بالسلاح ولا كذا، حتى بالأرواح، لأنه كان عارف أنه كاتب الفرع ديال حزب الاستقلال في الناحية ديال وجدة قرب من تندرارة دخل السلاح واش متفجرات في واحد الخنشة الله يرحمه سميتو بولويز، باش يدخلهم للجزائريين من الخطوط اللي كانت مكهربة دايرين فيها الفرنساوي الكهرباء، وتقطع عليه الدراع ديالو ودخل السلاح للجزائر إلى آخره. بالإضافة للعمل كله اللي قام به محمد الخامس واللي قام به ولي العهد، الحقيقة هي هذه فيما يتعلق بالجزائر، عمرهم ما كان عندهم تراجع في هذه القضية هذه رغم المشاكل اللي كانت كتخلق لنا فرنسا. كان يوميا وأنا في وزارة الخارجية إلى ما كان 2 مرات في النهار الاحتجاج ديال الفرنساويين، ها انتم خليتوا الجزائر دوزوا من عين الشعير، ها انتم خليتوا الجزائريين يديروا كذا، ها انتم درتوا كذا، ها حنا غادي نقطعوا عليكم. هذه كانت دائما المساندة ديالنا ديال الجزائر بصفة خاصة. الجزائر في هذا الوقت هذا طلبنا منهم بصفة طبيعية أنه نتعاونوا فيما يتعلق بتحرير الأرض، المناطق اللي هي دائما مغربية. تندوف راه بقات مغربية حتى ل 1951 وكانت تابعة للحكومة ديال أكادير، الكوماندمان دأكادير هو اللي كان كيحكم في تندوف. عندي راجل اختي اللي كان خدام في شي تعاونيه في شي كوبيراتيف ديال تفريق الزرع ولا شي حاجه، وكان خدام في تندوف في 1951 وكان تابع للحكومه الكوماندمان ميليتير ديال اكادير، هما اللي كانوا كيديروا هذه القضيه هذه. بالاضافه طبعا للكيفيه باش تحتلات المناطق كلها، لا الثوره ولا توات ولا تديكلت، وهذا الشيء راه كتبينوا الفرنساويين بصفه طويله ومفصله، ومن جمله اللي كاتب فيه ليوطي، لانه قبل ما يجي مقيم العام لهنا كانت عنده مسؤوليه عسكريه في الجزائر، وكان هو قائد الاعلى ديال منطقه من المناطق وكيتكلم على هذا الشيء. لا هو ولا سبيلمان ولا العدد ولا كاترو ولا كلهم اللي تكلموا على هذه القضيه كيعرفوا هذا الشيء. بالاضافه طبعا الكتب الكبيره اللي كتبات في هذا الشيء بحال مارتيل 4 سيكل ديستوار اللي كيتكلم فيها على الحضور المغربي بالظواهر ديال السلاطين ديالنا
بالتسمية ديال القياد، بالتسمية ديال القضاة، بالتسمية ديال رؤساء الزواوي، بالكيفية باش كانت السكة ديالنا هي اللي كتمشى في التوات وفي الثورة. هذه واحد المسائل المعروفة تاريخيا. في الوقت فاش تكلمنا مع الجزائريين في ذاك الوقت اللي الفرنساويين اقترحوا علينا باش تكون لو سي ار اس، باش تكون منظمة ديال المناطق الصحراوية لاستغلال البترول واستغلال هذا كذا، والجزائريين قالوا هذا راه الفرنساويين غير بغا يفرقوا بيناتنا، رفضنا حنا لو سي ار اس باش نعملوا للجزائريين نخليهم في الخط ديالهم. جاو الفرنساويين كيطلبوا منا لي انا شخصيا عشرات المرات ولا اكثر، وحنا قاطعين العلاقات معاهم. لما جا دوغول لما خطفوا الطائره كيجي عندي لالويت وكيقول نتفاوضوا على المناطق، على الحدود، لانه كنعرفوا ان هذيك الحدود اللي كاينه دابا ماشي هي، والتحفظ اللي عامل الحاج حمد في هذا تفاوضوا على هذه القضيه. الجزائريين كيشوفوا دائما وكيقولوا لنا انه هذا الشيء اللي عملناه راه غادي يكون بالنسبه لهم، هذا التعبير ديالهم، غادي يعتبروه الفرنساويين غير خصام او خلاف بيناتنا، وغادي يكون بالنسبه لنا ان كو دو بوانيار دون لو دو. المغاربه المجموع ديال الناس بما فيهم محمد الخامس الله يرحمه، بما فيهم كل شيء، نخليو الجزائريين على الطريق ديالهم حتى نستقلوا. شخص واحد اللي كنعرف، خلاف اللي ما كتب في هذه الايام الاخيره انه راه كاينين شي ناس اللي كذا كذا، شخص واحد في وسط اللجنه السياسيه وفي وسط هذا، وهو الفقيه غازي الله يرحمه، هو الوحيد اللي كان كيقول تفاوضوا مع الفرنساويين وخذوا بلادكم، لا تبقاوش كتنتظروا راه المشاكل اللي غادي تلقاو مع الجزائريين راه ما غاديش يتلقاوها مع الفرنساويين، والناس كلها غاديه في الطريق يعني مساعدة الجزائر ونعملوا لهم بخاطرهم إلى آخره. فمن جملة مساندة في المحافل الدولية كلها اللي كنا فيها، وخصوصا في الأمم المتحدة. أنا حضرت في الأمم المتحدة في الدورات الأولى كلها اللي كان فيها المغرب في 56 بعد ما تقابلنا باش تقبل المغرب في الأمم المتحدة، في 57 في 58 59 ما حضرتش، ولكن كان نفس الشيء هو هذاك، في عام 60 في عام 61 في عام 60 وفي عام 61 الجزائر استقلت في 62. دائما المسألة الأولى في الكلام ديال المغاربة وفي الدفاع ديالهم هو على استقلال الجزائر حتى تستقل الجزائر. لما كنتكلموا مع الجزائر على قضية الحدود كتولي بحال في الاخر قبلوا في عام 61 باش يعملوا واحد الاتفاقية مع المغرب بطلب من مولاي الحسن الله يرحمه الملك، وكان رئيس الحكومة الجزائرية هو فرحات عباس، وجا مع وفد فيه سعد حلب وفيه مصطفى وفيه هادو شي وحدين كاملين اللي تما، وعملنا اجتماع في دار السلام اللي دام يومين او 3 ايام، واللي اتفقوا فيه انه الحدود اللي هي موضوعة اللي وضعها فرنسا بيننا وبين الجزائر، بين المغرب والجزائر، راه ماشي هي الحدود الحقيقية، واننا على استعداد بمجرد ما ينالوا الاستقلال ديالهم اننا غادي نتفاوضوا على الحدود. ما ذكرناش بالضبط تيديكلت ولا الثوره، ولكن مفهوم ان هذه القضيه غادي تتم. هذا راه واحد الوثيقه موجوده نشرات عام ولا عامين من بعد، نشرات هذه الوثيقه هذه، ولكن منين مشينا ننفذوها انا بنفسي اللي مشيت، لان وصفتني مولاي الحسن كنت داك الساعه وزير العدل في عام 62 نهار 4 جويي ونهار فاتح جويي، مشيت للجزائر وانا كنت الوحيد اجنبي يعني بالنسبه للجزائر اللي حضر الاستفتاء اللي وقع تما. ومنين كملنا قلت لهم ها علاش جيت وها علاش جيت الى اخره، قالوا ودابا هذوك الاخرين مازالين بعد
منين يرجعوا غادي نتفاوضوا على قضية الحدود. عمرنا ما تفاوضنا على الحدود. هذه كيذكر الإنسان هذه القضية هذه، لأنه حقيقة كنظن أن ظلم إخوان ديالنا في الجزائر ظلم منا في هذه القضية ديال الحدود، وخصوصا منين ولات المعاكسات حتى في قضية الصحراء ومساندات البوليساريو. باش يفهم الإنسان هذا الشيء كذلك لابد يرجع واحد الكتيب صغير وعاطي هذه الأمور ديال العروي، عبد الله العروي، كاتب واحد الكتيب صغير ولكن مهم، لالجيري إلو سهارة ماروكان، اللي كيذكر فيه بهذه الأمور كلها وكيذكرها تاريخيا، ولكن ملخصة فيها كما قلت. كاينين كتب اللي كاتبين على هذا الشيء، ولكن هذا ملخص في هذه الأمور هذه. طبعا كانت في المغرب كذلك، بغيتش نكون أغلاط، ولكن كانت هفوات اللي ما كانتش فيها وهي في الوقت فاش جيش التحرير في الصحراء غادي يكمل تحرير الصحراء من ذاك الوقت 1958، ما كانتش ليه المساندة القوية اللي كان خصها تكون، وأن الفرنساويين بالمخابرات ديالهم بكذا جعلوا أنه منين اتفقت اسبانيا مع فرنسا فضاو مع هذيك القضيه ديال جيش التحرير، وقبلنا حنا هذوك الناس باش يدخلوا فطينا من هذه القضيه، في حين انه في ذاك الوقت كان خصها تصفى.